على فكره، على طاري اشرف حكيمي، كان في نقطه طبعا من الاخ ابو جاد سفيان، ابتزاز الانديه وفرض الشروط على الاتحادات الوطنيه كموضوع اشرف حكيمي، حيث فرض باريس سان جيرمان شرطا على الجامعه الملكيه المغربيه لاستبعاد اللاعب من احد المقابلات مقابل مشاركه اللاعب في الاولمبياد. وطبعا هذا مرفوض، والجامعه لم تكن عليه قبول ذلك، خصوصا وان هناك نجوم اخرين شاركوا في البطوله بدون شروط. طبعا كون اشرف حكيمي قائد المنتخب المغربي خروجه وسط المعسكر من حيث الشكل غير مقبول. طبعا هذا الاخ المحلل الرياضي ابو جاد سفيان، ناس ممكن تتفق او يقول لك يا اخي المفروض تكون الجامعه الملكيه قوتها اكبر واقوى من الاتحاد او النادي الفرنسي، وناس تقول لا، وحده بوحده نعطيك لاعب يخرج مباراه يلعب في بطوله مثلا. يعني خروج اللاعب من المعسكر المغربي شيء صحي ولا مش صحي، وباقي له مباراه في التصفيات؟ عبد الله، شوف اليوم هذا الشيء انت ما تعرف شو اللي صار بين في الكواليس ما بين الاتحاد الجامعه الملكيه ونادي باريس سان جيرمان. اعتقد اللي تربطهم علاقه طيبه، نحن ما شفنا خلافات كانت موجوده ما بين وين تشوف الخلاف انت في حال استدعاء لاعب لبطوله مثلا وديه او بطوله اولمبيه، يرفض الاتحاد النادي لانه عنده استحقاق كنادي. لكن ممكن في صار اتفاق داخلي ما بين الجامعه الملكيه ونادي باريس سان جيرمان، وهذا شيء صحي عادي؟ مش عادي، انا ما اقول لك عادي. في مدربين يرفضون، يقول لك يا اخي اللاعب ما يطلع برا المعسكر. لكن شو اللي صار بين الاتفاق المدرج بين الاثنين طيب. لمصلحه الصالح العام ومصلحه اللاعب. يوسف عندك اضافه؟ هو باريس سان جيرمان منح للمغرب أن يكون أشرف حكيمي في الأولمبياد مع المنتخب في الأولمبياد. نعلم أن الأولمبياد خارج أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فعلاقة ربما بين الاتحاد المغربي وإدارة باريس سان جيرمان. حتى المباراة التي استبعد منها حكيمي مباراة كانت شكلية للمنتخب الوطني وفرصة لوليد ركراكي من أجل تجريب اللاعبين، لأن كانت آخر مواجهة أكيد في مشوار التصفيات التي المغرب أكيد مؤهل لها. فاعتبر نقطة جدا عادية ما دامت المباراة شكلية، وما دام أن المنتخب المغربي قد استفاد من حكيمي في أولمبياد باريس. شوف عبد الله، بقول لك اياها بشكل مختصر، ثق تماما أن المدير الفني خل حين السير فوزي الهجاع، أنا ما أتكلم عن ما نتكلم عن رئيس، أنا أتكلم عن مدير المنتخب أو مدير الفني وليد الركراكي، عنده علاقة مع جميع المدربين اللي هم يدربون لعيبته في أنديتهم. طيب، فهناك توافق تام 100%. لو ما شفت التوافق ما تشوف النتائج الإيجابية اليوم.